النهارده ان شاء الله هعمل معاكم كيك شوكولاته. هنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه. اول حاجه كده هنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه في المقادير كده معايا كوبايه من الزيت عليها كوبايه من الميه، حطهم على النار كده لحد ما يوصلوا لدرجه الغليان. تعالوا بقى نشوف المقادير. خدت كوبايه وربع من السكر، خدت عليها 3 بيضات ومعلقه من الفانيليا السايله، وده سكر تموين عادي. هفضل اضرب في السكر كده لحد ما اللون بتاعه يفتح معانا شويه. شايفين اللون بقى عامل ازاي؟ هنا بس بقول لكم المقادير تاني. خدت 3 بيضات وخدت كوبايه وربع من السكر وخدت معلقه من الفانيليا السايله، وهنزل عليهم بكوبايتين وربع من الدقيق، والدقيق طبعا لازم تنخليه عشان تدخلي فيه هوا. خلاص كده تمام. خدت كوبايتين وربع من الدقيق، وطبعا الكوبايه اللي بعاير بها السكر بعاير بها الزيت بعاير بها كل حاجه والدقيق. خدت كيس من الكيك شيف، وهاخد معلقتين كبار من الكاكاو الاسباني الخام. الكاكاو الاسباني الخام بيدي معاكي لون حلو قوي للكيك وبيخلي الكيك غامق معاكي. وهقلب كده المقادير كويس مع بعض. بعد كده بقى هتكون الميه والزيت اللي احنا حاطينه على البوتاجاز غلي، هننزل بيه وهو بيغلي كده. مفيش اي مشكله خالص، ما تخافيش. مش هيبوظ الماده الرافعه معاكي ولا اي حاجه. لا، ده بيخلي الكاكاو طعمه حلو وبيدي لون كمان اغمق للكاكاو لما بيكون الزيت والميه مغليين. وهتطلع معاكي الكيكه ما شاء الله جميله وتحفه. دي زي كيكه الفيدج بالظبط اللي احنا بنعملها لاستخدام القباط، بس ما شاء الله بتكون جميله قوي معانا. وبعد كده جبت الصينيه دي 30 في 40، دهنتها كده بمكعب من الزبده، وهنزل بالخليط واخبطه كده خبطتين اخرج الهواء اللي فيه. بعد كده هدخله على درجه حراره 180. هيقعد معايا نص ساعه في الرف اللي في النص، مش هياخد اكتر من نص ساعه. جبت كده الخله، وبعد كده بدات اطلع الهواء اللي فيه عشان الكيكه ما يكونش فيها فراغات. شايفين ما شاء الله طلعت عامله ازاي؟ انا عملت مقدارين بنفس الطريقه، بس عملت معاكم مقدار واحد. بعد كده خرمت الكيكه كده زي ما انتم شايفين. شايفين ما شاء الله كانت طريه جدا وهشه وجميله. بعد كده جبت كوبايه من الميه السخنه وخدت عليها معلقه من النوتيلا. دوبت كده فيها الميه السخنه هتخلي النوتيلا تفك معاكي بسرعه، وهبدا اسقي بيها كده. يعني هنا انا ما حطيتش لبن خالص تماما في الكيك. الكيك كان طبعا طري ومش محتاج ان انت تسقيه، بس احنا سقيناه كده برضو بيكون طري معاكي اكتر. بعد كده جبت كوبايه من الكريم شانتيه، خدت عليها معلقتين من الباستري كريم، وهاخد عليها معلقتين كبار من السكر. كوبايه الكريم شانتيه بتاخد معانا معلقتين كبار من السكر، والباستري كريم طبعا هيسكر معانا الكريمه. وبعد كده خدت معلقه من الكاكاو، وهنزل بكوبايه ونص من الميه. هبدا اضرب الكريمه. لو انا عامله صاج واحد بعمله بس نص كوبايه من الكريمه، لكن انا عامله كوبايه من الكريمه عشان ده صاجين اتنين. طبعا كل ما بتضربي الكريمه بتتقل معاكي. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. بعد كده هاخد نص الكريمه كده نحطها على اول صاج معانا، وهسيب النص للكميه التانيه. الصاج التاني برضو انا عملته بنفس المقادير. انا كنت ممكن اعمل المقادير كلها مع بعض، بس حبيت اعمل لكم مقادير صاج واحد علشان تكون المقادير مش كتيرة عليكم قوي. هبدأ افرده كده بقى بسكولابر بسكينة، اي حاجة متاحة عندك هتفردي كده كويس. بعد كده جبت منديل وبدأت امسح الحروف كده بتاع الصينية. وزي ما قلت لكم الصينية دي مقاس 30 في 40. هاخد باقي الكريمة وهغلف برضو الكيكة التانية زي ما انتم شايفين. ما شاء الله كانت جميلة جدا، كانت الكيك خفيف، كان طعمه تحفة. خلاص هفردها برضو بنفس الطريقة. وزي ما قلت لك الميه المغليه مش هتبوظ معاكي الكيك ولا هتبوظ الماده الرافعه، بل بتخلي طعم الكاكاو حلو وبتدي لون اغمق. هنا بقى كان معايا نوتيلا. النوتيلا دي انا سيحتها كده بشويه من الزيت، خففتها بس بشويه من الزيت. مجرد ما بتحط عليها الزيت كده بتخف معاكي. المفروض هنا كنت انا دخلت الكيك شويه التلاجة او الفريزر، بس انا كنت مستعجله فحطيت كله على بعضه. فعشان الكريم شانتيه ما يختلطش معاكي بالنوتيلا، دخليه الفريزر بس 10 دقايق بالظبط. بدأت افرد زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده.
مجرد ما تحركي الصينيه معاكي كده، بس زي ما بقولك دخليها كده الفريزر لمده 10 دقايق. بعد كده جبت جوليو شوكولاته او جناش شوكولاته، بس ده كان جوليو شوكولاته اللي هو الاكياس اللي هي المتحده دي. حطيته في كده في كيس، وبدات انزل بخطوط زي ما انتم شايفين كده رايح جاي، عشان نعملها اللي هو الشكل اللي احنا متعودين عليه بالخله بتاعه الاسنان او بعود من بتاع الشيش طاووق. هتاخدي خطوط كده بالطول رايح جاي، هتدي معاكي الشكل اللي احنا متعودين عليه ده على طول. خلاص كده تمام. بعد كده برضو هعمل الصينيه التانية بنفس الطريقه. بس هنا بقى يبقى في اختلاف بسيط، ان انا هحط نص الصينيه دي نوتيلا، والنص التاني برضو نوتيلا، بس نوتيلا بيضه. يعني هنا نوتيلا بني، والتاني هيكون نوتيلا بيضه. برضو حطيتها كده زي ما انتوا شايفين، وفردتها بالراحه بالمعلقه عشان الكريم شانتيه ما يختلطش. وبعد كده برضو سيحت نوتيلا بيضه، خففتها كده بمعلقتين من الزيت، وبدات اسيحها كده يعني بالمعلقه كده، ما حطيتهاش على حمام بخار ميه ولا اي حاجه، الجو حر فمش محتاجه ان انت تحطيها. فسيحتها كده، قعدت اضرب فيها بالمعلقه شويه لحد ما فكت معايا كويس في المعلقتين من الزيت. خلاص زي ما انتم شايفين كده، خلاص حطينا النوتيلا البيضه. هبدا افردها بالمعلقه. وبعد كده بقى هندخلها التلاجة او الفريزر لحد ما تجمد معانا شويه. يعني سيبها برضو تجمد شويه كده وترتاح، ما تقطعهاش على طول، لان النوتيلا سايحه فهتسيح معاكي لو انت قطعتها كده وهي سايحه. فهندخلها كده الفريزر شويه. جبت برضو العود بتاع الشيش طاووق، وبدات اعمل الشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده برضو واخد خطوط بجوليو الشوكولاته، وهعملها نفس الصينيه التانية، بس دي بتختلف ان احنا عملنا نصها نوتيلا شوكولاته ونصها نوتيلا بيضه. خلاص كده تمام. هنعملها برضو الخطوط زي ما قلت لكم. شايفين ما شاء الله سهله وخفيفه وجميله، وطعمها كمان تحفه، احلى من الجاتو بكتير. وما خدتش معايا وقت خالص. زي ما قلت لك الصينيه بتقعد في الفرن نص ساعه بس، مش اكتر. شايفين بقى الصينيه دي شكلها مختلف كمان عن التاني، عاطيه معانا شكل حلو لان عاملينها بلونين اتنين، الابيض والبني. هنا بقى بدأت اقطعها. دي اول صينيه انا عملتها كده، دخلتها بس 5 دقايق التلاجة على بال ما خلصت الصينيه التانية. بس زي ما قلت لك لا، سيبها شويه علشان هي طبعا لسه سايحه. شايفين ما شاء الله الكيكه كانت طريه جدا وهشه، وكان طعمها جميل. شايفين لون الكيك ذات نفسه عامل ازاي. دي كانت وصفه النهارده، ان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم، واشوفكم في وصفه جديده على خير.